اسرع حاجه بتقدروا ديروه. اذا العجينه ما تنجحش معاك تجيك خشينه تتقطع لك، هذه هي الوصفه اللي راح تنجحك وتقطع لك كميه كبيره مع واحد الحشوه كالعاده توجد في وقفه. واهم حاجه بنتها بنت البنول. المفيد والحاصل ديري جيم ابوني ونروحوا كيفيه التحضير. درت 2 كيلات نتاع سميد اللي لازم يكون رطب مع 2 كيلات ونص نتاع الماء اللي لازم يكون دافي. درتهم في الروبو ورحيتهم حوالي 5 دقائق، لازم حتى يذوب مليح هذاك السميد. راح نفرغوا في ريسيبيون. من جهه اخرى راح نزيد عليه 2 كيلات ونص نتاع الفرينه تكون نوعيه مليحه. ما ننساوش الملح على حسب البنه، وراح نخلطها غير بيديه حتى تسلم معنا العجينه. عجنوها حوالي 5 دقائق فوق البلون دو طرافاي تاعكم وحطوها في الريسيبيون وغطوا عليها لمده ساعه 2 سوايع بيد ما نروحوا نديروا الحشو تاعنا. الحشو تاعنا اللي راح نحتاجو فيه اول حاجه راح بنفس الكيلو راح ندير كيلو نتاع الطماطم اللي كنت رحيتها في الروبو، كيلو نتاع البصل مرحي وسنينه نتاع الثوم، العكري راس الحانوت التابل تاع الدجاج والفلفل الكحل. وما ننساوش الزيت على حسب الطياب تاعكم والبنه تاعكم. راح نحطها على نار قليله حتى تتجمر معنا. العجينه تاعي بعد ما ريحت راح درتها هكا كويرات وراح نغطي عليها ونحطها حوالي ايضا 5 دقائق حتى ربع ساعه، ونبدا نفتح في الكويرات التوعي اللي كنت درتهم هما الاولين. العجينه اذا ما جاتكش مطاطيه وهكذا معلكه عارفي بلي العجينه تاعك ما راهيش ناجحه. دونك عليا غير نقول لكم تبعوا الطريقه. فتحت العجينه بهذيك الطريقه، فتحتها طويتها على 2 وراح ندير الحشوه تاعي اللي كانت بدرت. زدت درت الحميص ولا حار اللي حبيتو، غلقتها على 2 وراح ندير على الطاجين اللي لازم يكون فيه شويه تاع الزيت وسخون من قبل على نار متوسطه. تجيكم منبله بهذه الطريقه. بعد ما تحمركم اقلبوها. وهذه هي النتيجه. وصلنا لنهايه الفيديو تاعنا. لاول مره تشوف الفيديو تاعي نقول لك ديري متابعه ما تنسيش وما ترطش. ما لي غير نقول لكم ادوت فيديو مع وصفه جديده. سلام.